التعادل بدون أهداف مع المنتخب الإسباني في ملعب إسبانيول في برشلونة، أعتقد إنها مباراة نفسيا كويسة للمنتخب المصري. أنت بتلاعب في الترتيب الثاني، آخر إحصائيات الاتحاد الدولي إسبانيا الثاني، في نفس الوقت دولة من الدول اللي فازت بكأس العالم. النقطة اللي بعد منها بتلعب في أرضهم، الجماهير مالية الملعب، ضغوط نفسية على فريق هو ترتيبه دلوقتي 29 على العالم. تخيل انت لما تتحط في هذا الموقف وتأدي مباراة. اولا الشوط الاول احنا اديناه بشكل تكتيكي حلو قوي، وضاع هدف اكيد من عمر مرموش بالكورة اللي اصطدمت بالقائم. الشوط الثاني طبعا دش بارد خدوا المنتخب الاسباني، وتبديلات ونزول اللاعبين، ويامال يطلع من المباراة، و توريس يخرج، وده يطلع وده يدخل. يعني في نفس الوقت انت بتلعب بنفس التكتيك بتاعك، وغصب عنك اتضغط عليك الشوط الثاني. نجم من الشوط الثاني من وجهة نظري مصطفى شوبير، ومعاه حمدي فتحي اللي للأسف خد انذارين وخرج، واحنا لعبنا آخر 10 دقايق من المباراة ب10 لاعبين وبيضغطوا عليك، وتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف. أعتقد دي تجربة جيدة جدا جدا جدا. ما تقوليش بقى ان انت دفعت الشوط، ما انت مضطر تدافع الشوط الثاني بالشكل اللي انت بتلعب. التصنيف اللي انا بقول لك عليه، اللعيبة اللي بتلعب قدامها في ملعب زي ده، انك انت يبقى عندك الدوافع النفسية انك تنفذ المباراة، وكل لعيب مذاكر دوره اللي بيعمله، فده في حد ذاته مكسب كبير ليك النهاردة. انا عايز احيي حسام حسن وجهازه الفني واللاعبين على هذه المباراة الجيدة اللي قدموها بشكل جيد جدا، واعتقد ان كل الجماهير المصرية النهاردة راضية تماما عن الشكل اللي لعبنا بيه المباراة. ان شاء الله الفترة الجاية بعد ما ينسجم قوي هيثم، بعد ما يعود محمد صلاح، ممكن يبقى في شكل اخر. هندخل رويدا لكاس العالم مش قلقانين على اننا بنلاعب فرق كبيره، وممكن نوصل لمرحله ابعد من اللي احنا بنفكر فيه. تحياتي، واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم، وعايز اقرا على اليوتيوب ملاحظاتكم وتعليقاتكم على الكلام اللي قلته. شكرا لكم، كان معكم دكتور علاء متولي.